رسالتي من آخر يوم في سنة 2024 لإخواننا السوريين: يا ريت بلاش إساءة لمصر والمصريين بعد كل اللي عملوه علشانكم، ولو حتى عملا بالقرآن الكريم المؤمنين بيه، ولا تنسوا الفضل بينكم. بلاش تأذوا أو تسيئوا للي رفضوا يعملوا خيام على الحدود، أو يقولوا لا ملناش دعوة ورفضوا يدخلوكم من الأساس. اللي فتحوا لكم اقتصادهم وبلادهم وخلوكم تأجروا في أحسن الأماكن وتسكنوا أرقى الأماكن في مصر، ومفيش أي حد يقدر ينكر ده. بلاش تسيئوا للي قالوا إنهم أهل وضيوف مش مهاجرين ولاجئين. المصريين ما أذوش حد، المصريين كانوا وما زالوا فاتحين دراعاتهم للكل، واعتقد اي حد يقدر يشوف ده بعدد الضيوف الموجودين في مصر. المصريين فتحوا مدارسهم ومستشفياتهم وبيوتهم كمان وجوزوكم اولادهم، فارجوكم بلاش تسيئوا ليهم. المصريين ما يستاهلوش منكم ده. واللي بيقولوا عملنا اللي عملناه بفلوسنا، اقول لك ليه ما اخدتش فلوسك ورحت بلد تانية؟ لانك كنت عارف ان دي مصر، ومصر لا تقارن. واللي بيقول مشكلتنا مع الحكومة المصرية مش مع الشعب، الحكومة هي اللي دخلتكم قبل الشعب، والحكومة المصرية هي اللي بتمثل الشعب، والحكومة ليها انها يتم شكرها على اللي حصل ده، مش الإساءة ليها بعد كل اللي حصل خلال 10 أو 12 سنة. الحكومة المصرية لو وحشة كانت فرضت خروج كل السوريين بعد هروب بشار بيوم واحد، وده الانتفاء سبب الضيافة، زي ما ألمانيا والنمسا و8 دول تانية عملت ده، ولو حتى بالفلوس. لكن مصر ما عملتش ده، لا حكومة ولا شعب. ليه؟ لأن مصر حتى في قراراتها لا تقارن. أنا بقول الكلمتين دول من خوفي على العلاقة بين الشعب السوري والمصري. بلاش تزعلوا المصريين منكم، لأن المصريين توسموا فيكم الخير، وكمان الشباب المصري عملوا لكم دعاية وفضلوكم على مشاريع قومية. فبلاش بعد كل اللي حصل منهم ده يتم الإساءة ليهم وإنكار الفضل لمجرد إن مصر والمصريين ليهم موقف مختلف من اللي بيحصل في سوريا. احنا كمصريين لينا كل الحق إننا نرفض السيناريو ده وأي سيناريو تاني فيه زعزعة للاستقرار، لأن مصر كده، مصر لكل المصريين، ولو هي مش كده ما كنتش جيت عليها. خليك دايما فاكر إن اللي قادر يحب قادر يكره، واللي قادر يقوي قادر يطرد، وإن اللي قادر ينفع قادر يضر. احنا الحقيقه دلوقتي في اشد لحظات الاحباط والخذلان من كلامكم، وده اللي اتكلمت عنه من حوالي شهر، لكن ما فيش حد صدقني. لكن دلوقتي الكلام بقى واضح للكل، فارجوكم بلاش اساءه للمصريين. وفعلا لو قلوبكم على اهل بلدكم، خليكم دايما فاكرين ان في مئات الالوف من السوريين لسه موجودين في مصر، فبلاش تصعبوا الدنيا عليهم وتأذوهم وتأذوا نفسكم كمان وغيركم بعد كده. مصر فرضت شروط للمصالحه وده حقها كأهم دولة في الشرق الأوسط. اللي حابب يقبل بالشروط أهلا وسهلا، واللي فاهم عارف إن كل دي شروط تعجيزية، لأن موقف مصر واضح جدا من اللي حصل. كلنا فرحانين جدا بخروج بشار وهروبه وانتهاء فترته، لأنه أذى السوريين كتير، لكن اللي مزعلنا إن بلادكم بتحتل من ده ومن ده. ولو لسه مش شايفين كل ده فده طبع المخدر، ولكن في النهاية ما بقاش لينا إننا نتكلم عن اللي بيحصل. ما دمتم راضيين باللي حصل وحابين بلادكم كده، فربنا يسهل لكم ودايما تعمروها وتكون من حسن لأحسن. لكن بلاش أذية للمصريين، لأن ده مش طبع الأصيل. وفي النهاية حابب أشكر كل سوري محترم أصيل شكرني شخصيا بالدموع على موقف مصري معاهم خلال ال10 سنين اللي فاتوا. كل محترم أصيل له كل الحب والاحترام. وللمصريين فأرجوكم بلاش تشغلوا نفسكم بأي نقاشات فارغة، ركزوا على بلدكم. كل واحد حر في بلده يقول اللي هو عاوزه، الغلطان بس هو اللي بيحاول يدافع عن نفسه بكل الطرق ويقنع الآخر بروايته. فأرجوكم خلوا كل واحد براحته، أهم حاجة مصر، لأن مصر لا تقارن، وربنا يجعلها دايما وأهلها على كلمة واحدة، ودايما في رباط وأمن وأمان ونماء. سلام.